لكن تتقطع منه وبيتقدم اماميه حلوه الانفراد اوروك يا لعيب يا لعيب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مباراة غزل المحلة النهارده المباراة السادسة للزمالك. ليه؟ يعني ليه نخسر 3 مباريات في الدوري ورا بعض؟ ليه نطلع من الكاس؟ ليه نتعادل في مباراتين؟ يعني ليه كل ده؟ تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني تفهمني. يعني انت هو ده تصحيح المسار؟ يعني كده صححنا يعني خلاص. انا سبت مباراة باريس سان جيرمان وهتكلم على مباراة غزل المحل، ومش هتكلم على فنيات. هتكلم على فنيات ايه؟ هو في فنيات اصلا؟ على الكسفه اللي انت فيها. مفيش فنيات. انت بتتكلم على فرقه يعني انا مش عارف. نادي الزمالك الطبيعي المفروض ان هو علشان خاطر يكسب يعمل ايه؟ يعني هو المكسب بقى حرام؟ أنت في كل الأحوال لا تجد قوت يومك. إن كرة القدم أحبائي في الله ما هي إلا لعبة يضحك بها على عقول الشعوب. يا اخي ده احنا رحنا اسوان بقطر عمالين نحتفل ونقول لك قطر الزمالك وافتح الطريق يعني، ورجعنا بمنظر مش لا يليق بينا بصراحه. يعني قلنا بعد كده هنعدل المسار ومفيش مسار اتعدل خالص. الاتحاد السكندري الداخليه، بعد كده قابلنا بيراميدز قلنا هننتقم وعدل ينتقم واي حد هيجي على السكه بصينا لنا بيراميدز مطلعانا من الباب اتفتح. لقيت باب تاني. ليه؟ قلنا خلاص كده الماتش اللي جاي بقى مع الاهلي. سيبوا لنا الاهلي، احنا عايزينه. احنا في بيننا وبينه طار من زمان، طار قديم. افتكر اني قلت لك بلاش. قابلنا الاهلي خسرنا برضو من الاهلي. فقلنا ماتش غزل المحله هيبقى فيه تعديل. يعني طبيعي يكون فيه تعديل، المنطقي يكون فيه تعديل. لما تخسر 5 ماتشات ما ينفعش المباراه السادسه تخسرها، وخصوصا انت نادي كبير. انت بطل الدوري يا عم، انت بطل الدوري يا سيدي، يا حبيبي انت بطل كاس مصر. تاني تاني طلب تاني. انت لو جيت سالت اي بني ادم في الشارع بيفهم كوره مين هو اخر فريق فاز بالدوري المصري هيقول لك الزمالك. اخر نسختين الزمالك، اخر فريق فاز بنسخه كاس مصر الزمالك. ايه طيب انت عايز ايه؟ انت كسبانهم من غير لعيبه، من غير صفقات. انت في ايه يا عم مالك؟ هو انت عشان خاطر جبنا صفقات تنام قوي كده في الخط؟ ده انت مفيش كرامه. يعني مفيش حاجه جايه معاك بسكه خالص. يعني المدير الفني مش عارفين نتكلم على المدير الفني ولا نتكلم على اللعيبه ولا الاداره ولا العيب في الجمهور اصلا اللي هو لسه بيشجع نادي الزمالك. انا مش فاهم بصراحه يعني. بجد هموت واعرف. طب وانا مضايق نفسي ليه؟ ليه مضايق نفسي؟ ما يولعوا بجاز. انت مش عايز تكمل شويه ليه ثابت؟ يعني انا ما بتكلم. انت مركز كام دلوقتي يا حبيب قلبي؟ ما بعدش يا جيمي. مركز كام؟ يعني ليه المركز ده؟ ليه بالتحديد؟ احنا عمالين ننزل يعني هنختفي. احنا هنختفي من جدول الترتيب. احنا كده ولا هنلحق دوري ابطال ولا هنلحق كونفدراليه ولا. وما تعملوا لنا دوري مؤتمر بقى. احنا عايزين دوري مؤتمر. يعني ليه ما يكونش في دوري مؤتمر افريقي زي ما في دوري مؤتمر اوروبي؟ احنا عايزين دوري مؤتمر علشان خاطر ما يبقاش منظرنا وحش. يعني ولا دوري ابطال ولا كونفدراليه. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. الناس انا مش عارف العيب في مين. انت وصلت لمرحله مع نادي الزمالك ما انتش بقيت عارف العيب في مين. يعني انت قاعد كده بتتفرج على الخساره بتاعت فريقك وانت عمال تضحك مبتسم كده. البداية كانت في اسكندرية والنهاية على ايدك هنا. انت ما انتش عارف انت بتخسر ليه. انت ليه بتخسر؟ يعني في نجاسه في الموضوع. يعني من ساعه ما اتقال كلمه المنشطات دي واتقال كلمه المخدرات وان في لعيبه بتتعاطى منشطات، احنا ما قامتش لنا قومه بعد كده. من بعد ماتش الاسماعيلي كمان بالتحديد احنا ما قامتش لنا قومه. هو هل دي لعنه الاسماعيلي مثلا؟ يعني احنا لما مواجهه الاسماعيلي كانت بالنسبه لنا لعنه، استهترنا مثلا في الفرق فبعد كده حصل معانا ده؟ ليه يعني؟ ده احنا كنا بنستعرض على الاسماعيلي يا جماعه. احنا كنا مقدمين ماتش عالمي قدام الاسماعيلي. هو اي نعم الاسماعيلي ما يحصلش مركز شباب ده منهور حاليا واخر الدوري ولعب 15 ماتش ما جمعش غير 7 نقاط بس. لاحظ ان كلامك جارح ونايم زعلان امبارح. بس برضه ماشي مهما كان الاسماعيلي كسبناه 3-1 وكنا نقدر نسجل اكتر من كده، وكان في استعراض وزيزو بالكعب بيستلم. بعد ما عملنا كده ما عادش في حاجه. خلاص شكرا السلام عليكم وعليكم السلام. مفيش كوره بقى من بعد ماتش الاسماعيلي. ما الزمالك ما جاش، اختفى. ظهر المستشار مرتضى منصور قال لك انا عندي لعيبه بتتعاطى. يا عم كنت سيبهم يتعاطوا منشطات. ايه المشكله ما يتعاطوا؟ يا عم سيبهم يتعاطوا، ما كانت ماشيه. يعني كانت لازم تفضحنا؟
كان لازم تفضحنا، ما تسيبها ماشيه زي الفل، سيبها من عند ربنا تسلك، كان زماننا كسبانين دلوقتي وزي الفل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لازم تتكلم وتقول منشطات ومخدرات، ما عادش في منشطات. وطبعا المتفرج المحترم اللذيذ اللي عمال يقول لك فيريرا استبعد احمد فتوح ليه وعبد الله جمعه، ده قرار غبي. لا مش قرار غبي ولا حاجه، لا مش قرار غبي يا حبيبي. لسه المنشطات في الجسم محتاجه لها شهر على الاقل، لغايه لما التاثير بتاعها يروح، واول ما هيلعب هيتحللوا، لان دول بمجرد نزولهم ارض الملعب وتسجيلهم في القائمه هيتحلل لهم يا حبيب قلبي. ففكره استبعادهم علشان خاطر كده دي ملهاش حل، ملهاش مبرر. استبعدتهم ليه؟ ما هم كانوا بيلعبوا اصلا قبل الكلام ده ما يتقال. ففكره استبعادهم هي جايه من الحته دي، فما تلوكش كتير وتقول استبعادهم جاي خطا فني وعيب المدرب الفني. لا 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 لا، استبعادهم جاي في السكه دي، فما تقلقش، ما تشغلش انت بالك بالنقطه دي يعني. خلاص. انا بنصح اصدقاء الزملكاويه دلوقتي ان احنا ما نزعلش وما نحزنش. ما تزعلوش يا جماعه، دي زوبعة الفنجان وهتعدي. دي استراحه محارب مش اكتر، يعني اعتقد ان دي استراحه محارب. وطول ما اخوك الاسماعيلي اخر الدوري ما تخافش. خايف ليه؟ ما اخوك قاعد تحت تمام قوي يعني. لو الدنيا جت علينا هننزل له نكسبه ونرجع تاني يعني. في 3 بونت ان شاء الله هناخدهم منه. مفيش الا هو، خلاص كده قفلت كده. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.